أخبار يوم الأربعاء مهمة وقصيرة. يجري بناء سد توري في مقاطعة زابل من قبل وزارة المياه والكهرباء بسرعة، وسيتم الانتهاء من العمل قبل الموعد المحدد. عقد وزير التعليم العالي لقاء تعريفيا واستشاريا مع الطلاب الذين شاركوا في الغزو الفكري ضد الغزاة 20 عاما الماضية. عقد وزير الصحة العامة الدكتور قلندر عباد اجتماعا مع مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الخدمات الصحية، وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مطالبهم وتبادل الآراء حول أفضل الخدمات الصحية في البلد. حسب تصريحات وزارة الأشغال العامة، تتواصل أعمال إصلاح وإعادة بناء الأكتاف المتضررة من طريق غزني في منطقة مقر المتعلق بالطريق السريع بين كابول وقندهار. حسب تصريحات بلدية كابول، بدأ العمل لتجميل تقاطع الصدارة في منطقة شهر نو في العاصمة كابول. حسب منابع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، تم عقد اجتماع فني لتقييم مشروع قناة زمندار في مقاطعة هلمند. تقول وزارة شؤون الشهداء والمعاقين: تم تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية ل7 أسر متضررة من الحرب بدعم مالي من معهد بلوم في مقاطعة لغمان. تقول شركة الكهرباء: انقطعت عشرات خطوط الكهرباء في مقاطعة جوزجان لعدم تأدية الواجبات. حسب وكالة التعليم التقني والمهني، عقدت ندوة تثقيفية على مدى يومين لعدد من منتسبي وكالة التعليم التقني والمهني تحت عنوان القيادة واتخاذ القرار. تقول وزارة المناجم والبترول: تم إجراء المزايدة على مناجم الأحجار النفرايت في مقاطعة نجرهان وميدان وردق بشفافية أمام الإعلاميين.